السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة زي ما انتم شايفين كده عاملة الفطير المشلتت، عاملة صينيتين، عاملة كل صينية بطريقة، وعاملاهم بطريقة جميلة جدا جدا جدا. اللي بيقول ان انا ما بعرفش يتفرج على الفيديو ده، وانا متأكدة والله ان بعد الفيديو ده كل اللي مش عارف يعمل فطير هيقوم يعمله. اهو بصوا، اول واحدة انا عاملة دي بطريقة ودي بطريقة، والطريقة اللي انت اسهل ليك ابقى اعمليها بيها. دي اول طريقة. بصوا شايفين الفطير مورق وعامل ازاي؟ حتى الورق بتاعه رقيق جدا، ومن الناحية التانية نفس الشيء اهو. حاجة كده مفيش بعد كده، والطراوة بتاعته اهو. بص بيتطبق عامل ازاي. والفطيرة التانية اللي بالطريقة التانية اهي، بس لسه طالعة من الفرن حالا، انا مش عارفة امسكها. بس باينة اهي، شايفين التوريقة بتاعتها، وباينة من شكلها والريحة والطعم، والله حاجة ما اقولكوش يعني، وسهلة جدا يعني. شايف عاملة ازاي؟ خطير، طعم فظيع. يا سلام بقى على الفطير ده مع ايه؟ الجبنة القديمة كده وشوية عسل، تحفة تحفة تحفة. شوفوا الورق بتاعه رقيق، واقع واقع لوحده من قلبيه من جوه. هنا انا عندي كيلو دقيق، الدقيق العادي اللي هو الزيرو العادي اللي هو متعدد الاغراض، وفي ناس بتقول عليه فاخر. بيتحط عليه معلقتين سكر من المعلقة الصغيرة دي، لو معلقة كبيرة بتاعة الأكل هتحطي معلقة سكر كبيرة، وهتحطي معلقة ملح صغيرة برضو اهي، معلقة ملح صغيرة بس متحطيش تاني. وهتحطي، انا كان عندي كيس بيكنج باودر، انا كنت واخدة منه معلقة كده، فهحط الباقي. البيكنج باودر ده بيخلي الفطير مورق وجميل جميل جميل. هقلب كله مع بعضه، واعمل فتحة كده صغيرة، وهحط مية من الحنفية عادي يعني، مش مية دافية ولا اي حاجة. والفطير ما بتحطلوش طبعا خميرة اهو. هنزل بالمية كده بالتدريج عشان ما يبقاش طري، واقلب كده، واحط المية شوية بشوية. بإيد واحدة، الموضوع يعني مش مستاهل أي حاجة. وتفضلي بقى تحط مية بالتدريج كده، حبة بحبة، لحد العجينة كده ما تتظبط معاكي. شوف العجين بقى شكله عامل ازاي، زي الملبن في ايدي كده. لازم تخدمي العجين كويس عشان النتيجة تبقى كويسة. لو انت خدمت العجين كويس وانت بتفردي الفطير مش هيتقطع منك، لكن انت لو عجنتيه اي كلام مش هتعرفي تفرديه، هيتقطع منك ويتبهدل منك، ومش هيدي نتيجة طبعا ايه مظبوطة. في اي عجين، في اي حاجة، في بيتزا، في عيش، في قرص، في كل حاجة لازم العجين يتخدم ولازم يتعجن كويس، بيدي نتيجة كويسة بالشكل ده. انا هلم العجين وهسيبه يرتاح حوالي ربع ساعة كده قبل ما اقطعه عشان يبقى كويس معايا. انا قطعت العجين كور كده صغيرة زي ما انتم شايفين، وجبت السمنة بتاعتي، انا حاطة سمنة فرن على سمنة بلدي. واهم حاجة بقى علبة الزبادي دي اللي بتخلي الفطير طري ومورق كده وجميل.
دوبي علبة الزبادي كده في السمنة. السمنة انا مدفياها، يعني يا دوبك متفككة كده اهو. خلاص كده. هجيب بقى الكور بتاعت العجين دي، اجيب الكور بتاعت العجين اهو، وهحطها في السمنة بتاعتي فوق بعض جنب بعض، مش هتفرق يعني. انا قطعت العجين بتاعي 28 كورة من دول، يعني كل فطيرة هتاخد 14. فانت تحسبيها كده عشان ما تبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. تقسمي العجين اللي انت عاملاه على عدد الفطير اللي هتعمليه. انا جايبه الشلتة دي بقى عشان ارفع الصينية اهو. وهنبدأ بسم الله. هدهن الصينية بتاعتي اللي هحط فيها بالسمنة اللي انا عاملاها دي. طبعا المعلقة صغيرة ما بتشيلش، قلت اخد من الصينية كده مرة واحدة وخلاص اهو. حبة صغيرين يعني مش كتير. واوزع السمنة كلها في الصينية بتاعتي بالشكل ده. هنيجي بقى لهنا اهو، شوية صغيرين برضو عشان افرد عليهم. واجيب اول كورة وهحطها وهبطط. بس لقيت حاجة بقى انا حبيت اصورها لكم. بصوا، شايفين العجينة؟ كل ما بفردها بترجع تاني، عاملة زي الاستك بالظبط. بصي انا مكبراها اهو. بصي بتكش ليه بقى كده؟ لان العجين ما خدش كفايته في الراحة بتاعته، لازم يرتاح شوية بعد ما يتقطع. انا عايزة اوريكم ازاي بيتلم. بصوا باين أهو. اول ما تلاقي العجين كده بص عمالة تكش لوحدها. اول ما تلاقي العجين بتاعك بالشكل ده، ودي اول تركاية كده مهمة مهمة مهمة، هتسيبيه يرتاح كمان 5 دقايق بالظبط. انا كان العصر اذن، انا قلت هقوم اصلي العصر واجي اكمل. صليت بقى وجيت اهو. يا دوبك العجينة ايه ارتاحت. بصوا ما بتتحتحش، ما بترجعش حاجة خالص أهو. كده بقت ايه، تسهل معاكي في الفرد وخلاص كده اهو. زي ما بعملها بلاقيها. دي الطريقة الأولى إن أنا بطبق اللي أنا عملته كده أهو. ودي من الناحية دي، ودي من الناحية دي كده. أدي أول واحدة. هجيب التانية، هفرد بقى. بص بتتفرد ازاي، مفيش أي مشكلة، والعجين حلو ولا بيتقطع ولا أي حاجة. ما شاء الله شايفين؟ بصوا مش مفيهوش كلام. هجيب بقى اللي انا عملتها دي واحطها في ايه جوه دي، واتني برضو كده، واروح قلبة التانية عليها من هنا. عايزة تدهني سمنة تاني بين الطبقات حطي، بس احنا بنحب الفطير سمنة قليلة عشان ابو حامد تعبان ما بياخدش ايه، ما بياكلش سمنة كتير. وتفردي التانية اهو. انا حبيت اعيد وازيد عشان كله يتعلم ويعرف. بص بتتفرد ازاي. واجيب دي جوه لحد ما اخلص ال14 واحدة اهو بالشكل ده. اعمل كده لحد ما اخلصهم كلهم. ادي دي الطريقة الاولى.
عملت بقى الكمية بحالها. اخر واحدة بص بقى بتتعمل ازاي. اهي اتبططت اهي. بجيب الفطيرة بتاعتي اللي انا عاملاها، واحط دي فوقيها كده، والم بقى كله من الجناب بالشكل ده اهو، وادخلها من جوه كده. نيجي بقى للطريقة التانية. ان انتي بتجيبي برضو الفطيرة، انا حطيت كده حتة قماشة كانت عندي على العباية، لان العباية هتتبهدل سمنة، فايه تحطي حاجة كده عشان ما تتبهدليش. بص بتتفرد ازاي بالشكل ده، وتشيليها زي ما هي كده وتحطها في الصينية. وكله بالشكل ده لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك اهو. اظن مفيش اسهل من كده، والله سهل جدا 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 يعني. ما ينفعش تقولي ما بعرفش اعمله. ده بتاع بقى الناس اللي هي بص ما بتعرفش تعمل حاجة خالص، هتقومي في ثواني هتكوني مخلصاه، وتفرحي طبعا جوزك وتفرحي عيالك، بدل ما بعرفش وهي حاجة يعني مش عايزة يعني حاجة، يعني حاجة بسيطة يعني. بص العجينة بتتفرد للآخر ازاي. العجينة طبعا عبال ما خلصت كانت ارتاحت وخدت راحتها على الآخر. أهي آخر واحدة بقى كانت كبيرة شوية، أنا بجيبها وبالطريقة دي أهو، أظبط كده والم بقى كله من جوه كده، ادخله كده لجوه كده بصي اهو، بصوابعك كده، وتدخلي كده من تحت كده اهو. ولا فيها كلام. وهسيبهم برضو يرتاحوا شوية عشان اعرف ابطط. التانية دي الاولانية بقى اللي اتعملت كانت ارتاحت شوية اهو. هفرد بقى من جوه لبره كده وبالراحة كده، واقعد ابطط فيها لحد ما ايه ما املى الصينية. وهفرد بقى الفطيرة بتاعتي اهو، هي ريحت وخدت ايه وقتها لحد ما تملى الصينية معايا. شوية سمنة كده على الوش وخلاص كده. وعلى الفرن بقى.